السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ في فيديو النهارده باذن الله هنكمل الانيميشن بتاعنا من مكان ما وقفنا. كنا المرة اللي فاتت خلصنا الانيميشن بتاع اللوجو وحطينا الريفليكشن او الانعكاسات اللي بتطلع هنا. طبعا نسينا نحط الموشن بلور بتاعها. اوكي كده تمام. وضفنا التكست اللي ظاهر ورا وربطناه بالسوليدز، وربطنا السوليدز بالنل او الكنترولر اللي احنا عملناه في النص هنا. وفيديو النهارده ان شاء الله هنكمل، وهحاول اخلص الاوترو بالكامل في الفيديو ده عشان السلسله ما تطولش اكتر من كده. وعامه ما عادش فاضل غير حاجات بسيطه يعني، بس مش قوي يعني. هنبدا نيجي الاول عند اخر الانيميشن خالص، وهنبدا نحط كي فريم للروتيشن. هنرجع الاخ ده ورا شويه ونبدا نلف الكنترولر بتاعنا، واعتقد كده كويس. وكالعاده هنحدد الاثنين دول F9، نخش على الجراف اديتور ونبدا نحرك السلايدرز بالمنظر ده. تمام، نبدا نشغل. حلو جدا. ممكن بس نقلل ده شويه. حلو، نشغل. جميل. نرجع تاني للمين كومب نشوف الدنيا عامله ازاي. عامة لو هي مش احسن حاجة دلوقتي هنظبطها بعدين. هي الفكرة بس ان انا عايز اوصل للشكل الاخير عشان هنبدأ نحرك النصين بتوع اللوجو دلوقتي. طبعا مش هنسحب اللوجو بتاعنا، احنا هنسحب الكومبوزيشن اللي اسمه لوجو، وهنضيف فيه افكت فايند ايدجز بالمنظر ده، وهنسيبه زي ما هو، وهنضغط على F4 هنا، ونخلي المود يبقى مالتيبلي بحيث يبقى ظاهر هنا بالمنظر ده. وهنعمل انفيرت للفايند ايدجز، وهنخلي دي تبقى اد. وبطبيعه الحال محتاجين نقسم اللوجو نصين، بحيث النص الابيض يبقى ظاهر هنا، والنص الاسود يبقى ظاهر مع الحته البيضه دي بس، ومحدش فيهم يدخل على التاني. فبالنسبه لنسخه 2023 اللوجو الاولاني ده ايوه اللوجو الاولاني هو الاسود، فهيظهر من خلال الابيض. فهنبدا نسحبه هنا كده، ويستحسن ننزله تحت جنبه بما انه كده كده مش هتفرق معانا في حاجه. ونظهر الابيض تاني، وناخد الابيض اللي فوق ننزله عند الاسود، ونبدا نسحب التراك مات بتاعته بالمنظر ده. وهنرجع نظهر الاسود تاني ونبدا نشغل. هنلاحظ انه بيبقى معانا بالشكل ده. حلو جدا. خلينا بقى ناخد كل نص ونحركه في الاتجاه بتاعه. وهنبدا ناخد النص الاولاني بتاع اللون الابيض، هنحركه في نفس اتجاه التكست اللي اتحرك منه من فوق لتحت. هناخد البوزيشن، وهنبدا نحط الكي فريم النهائي، نحركه قدام شويه، وبعد كده نحركه احنا بايدينا. وطبعا المسار الاصفر اللي ظهر معانا ده هو مسار الحركه اللي بيظهر مع اللوجو، فاحنا عايزينه ينطبق على الخط الفاصل بالظبط. فنبدا نحرك اللوجو فوق ونحركه ناحيه الشمال شويه. تمام كده. نفس الحكايه طبعا بالنسبه للوجو اللي تحت. هنفتح البوزيشن بتاعه، نحط كي فريم، نحركه قدام شويه، ونحركه برده بنفس الطريقه كده تقريبا. اعتقد كده حلو جدا. نبدا نشغل. هيطلع اللوجو معانا بالمنظر ده. ونحدد الاثنين مع بعض F9، نفتح الجراف اديتور، نبدا ناخد الكي فريم الاخراني ونسحب السلايدر بالمنظر ده، نرجع ورا، نبدا نشغل. حلو جدا. طبعا طلعوا متاخرين، فخلينا نسحب ده كده، خليه مثلا مع نهايه التكست بالظبط. ماشي. نبدا نحرك الكي فريمز كده مثلا. حلو. نبدا نسحب دول كده. مش عايزين برضو اللوجو يدخل مع التكست. اوكي حلو جدا. خلينا نرجع بقى للمين كومب نشوف الدنيا وصلت ليه. تمام جدا. طيب وانا حاسس بس ان الانيميشن من هنا اللي هو في الخلفيه محتاج يتاخر شويه من اول النقطه دي بالظبط. فخلينا كده نخش على الباك جراوند ونبدا نحدد كله، نضغط على يو، نجيب الكي فريمز بتاعتهم، وهنبدا ناخد دول ونأخرهم شويه. حلوين. خلينا نخش كده على المين كومب. جميل. اللوجو بس وهو داخل محتاج يدخل بدري شويه، فهنخش على الباك جراوند. هنيجي هنا كده، نبدأ ناخد عمنا اللوجو، نبدأ نزيحه ناحية الشمال شوية، ونجرب نشغل. ممكن يتأخر كمان فريم. شغل تاني. حلو. نخش على المين كومب ونشوف النتيجة في المين كومب. عمنا الكنترولر الدنيا عنده محتاجة توسع شوية، تيجي هنا كده تقريبا. حلو. انا بقول برضو حركة الكنترولر فيها حاجة، الكي فريم ده محتاج يتحط هنا. حلو. نبدأ نشغل تاني. زي الفل. خلينا بقى نعمل كومبوزيشن جديد من هنا، وهنسميه فور جراوند. خليه طبعا 1920 في 1080، والفريم ريت بتاعه هيبقى 30، والديوريشن هتبقى 20 زي الكومبوزيشن بتاعنا بالظبط. جميل جدا. هنبدا بقى نكتب ثانكس فور واتشنج بتاعتنا من هنا. نبدا نضغط نكتب ثانكس فور واتشنج. نبدا نحددهم كلهم، نغير اللون بتاعهم يبقى ابيض بالمنظر ده. سكيل نكبره شويه، نجيب الاخ ده هنا، وهنبدا نعمل الانيميشن اللي اتفقنا عليه. هي فكرته ببساطه ان الحروف هتبقى بعيده عن بعضها بالشكل ده، وهتبدا تتجمع وترجع تاني. بس الفكره ان الاوبشن ده ما بيبقاش موجود بشكل افتراضي هنا عشان نعمل له انيميشن. فهنبدا نفتح الافكتس من هنا ونخش على انيميت، وبعد كده نختار تراكنج. والتراكنج ده هو المسافه بكل بساطه. فهنبدا نتحرك قدام كمان ثانيه مثلا، ونحط كي فريم ونرجع ورا، ونزود ده شويه لحد ما يبقى كده مثلا. وخلينا برضو نتحكم في الترانسبيرنسي اللي هي الاوباسيتي من هنا.
ونضغط على يو عشان تظهر معانا الكي فريمز، نزقها للاخر ونبدا نقلل دي للصفر، نحدد الاثنين مع بعض F9، نخش على الجراف اديتور، نبدا نحدد الكي فريمز اللي في الاخر ونبدا نزوم، نحرك ناحيه الشمال خالص. اوكي، هو السلايدر نزل مني تحت، تمام كده جميل. نبدا نشغل زي الفل قوي. نبدا بقى نعمل كومبوزيشن جديد وهنسميه تشانل، وهو طبعا بيتعمل بنفس الاعدادات، فهنضغط على اوكي ونبدا نعمل الدايره اللي هنحركها. فهنفضل ضاغطين على الشيب تول هنا شويه وهيظهر معانا الكذا اختيار دول، هنختار منهم الاليبس ونبدا نعمل الدايره واحنا ضاغطين على شيفت كده مثلا، ونضغط على كنترول شيفت هوم بحيث الانكر بوينت تبقى في النص بالظبط. ولكن المره دي هنشيل الفيل، هنخليه ولا حاجه، والستروك هو اللي هنخليه باللون الابيض. هنخلي الستروك مثلا على 20، خليها على 50. اوكي 50 كويس، او خليها 30 مثلا، 40. اوكي 40 معقول. هنبدا يا سيدي نعمل حاجه اسمها تريم باث. تريم باث ده فكرته ايه؟ هي الدايره عباره عن مسار بالمنظر ده، فالفكره ان احنا عايزين ناخد منها مقطع معين بس، مش عايزين الدايره كلها تبقى ظاهره معانا. فهنضغط هنا على اد وهنخش على تريم باث وهنبدا نفتح السهم اللي هنا ده، وهتلاقي عندنا سلايدر بيتحكم بنقطه البدايه وسلايدر تاني بيتحكم بنقطه النهايه. فاحنا هنخلي الاثنين بصفر وهنزود بس النهايه نخليها 30، وعندك الاوفست اللي تحت هو اللي بيحركهم بالمنظر ده، وهو ده بالظبط اللي احنا هنخليه يعمل انيميشن دلوقتي. فهنعمل عليه كي فريم وهنتحرك كمان ثانيه مثلا. فكره ان انا عايز اعمل زوم بس الزوم مش عايز يجي زي ما انا عايز، وهنخليه يتحرك 180 درجه، والكي فريم الثالث هنخليه يتحرك 360، وبالتالي في خلال ثانيتين هيكون لف دوره كامله. هنفترض مثلا ان احنا عايزين نسرع الموضوع ده، نخليه يلف نفس الدوره دي في ثانيه واحده، فهنبدا نحدد الثلاثه ونضغط على الت في الكيبورد ونسحب اخر كي فريم، هتلاقي ان الكي فريم الثاني بيتحرك معاه بالمنظر ده، ونوقفهم عند الثانيه واحد بالظبط. خليه كده مثلا، حرك ده كده واحنا ضاغطين الت، تمام حلو جدا. خلينا بقى نحدد الثلاثه كي فريمز. F9، نخش على الجراف اديتور وهنبدأ بقى نزود ده كده ونزود ده كده، مش هنزودهم للآخر، حاجات بسيطة بس. وده كمان نفس الحكاية، والناحية الشمال الشكل ده كده نخليهم تقريبا على نفس السرعة. نبدأ نشغل. أعتقد الأنيميشن محتاج يبطأ أكتر، نرجع تاني نعمل ألت ونرجعه لثانيتين كده تقريبا، تمام. نبدأ نشغل. جميل جدا، بس أنا مش عايزه يجي يقف في النص كده، فهنبدأ نرفع الكي فريمز دول فوق شوية. أوكي بالمنظر ده كده. طبعا الناحية الشمال هنا ما اترفعتش، تمام. اخر حاجه بقى هنعملها، هنضيف اكسبريشن بسيط بحيث اللي احنا عملناه ده يقعد يتكرر الى ما لا نهايه. فهنضغط على الت والستوب واتش وهنبدا نكتب لوب، هيطلع معانا اختيار اللوب اوت، هنضغط على انتر. طبعا خلي بالك ان حرف الاو كابيتال لو انت هتكتبه بنفسك، وهنيجي في النص ما بين القوسين دول ونكتب علامتين تنصيص ونختار سايكل بالمنظر ده ونطلع بره. نبدا نشغل، هنلاقي عمال يلف الى ما لا نهايه. حلو جدا. النص التاني من الدايره بقى هنعمله ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. هنبدا نحدد ده، نضغط كنترول دي، عملنا منه نسخه جديده، نضغط على ار ونلفه 180 درجه. نبدا نشغل. اي خدمه يا عم. هو بس انا حاسس الانيميشن غشيم شويه، فخلينا نهدي السرعه بتاعته شويه. نبدا نعمل ده، نسحب السلايدرز ناحيه الشمال، نفس الحكايه هنا كده برضو، تمام. خلينا نشغل. حلو، مش وحش خالص. تاني نعمل كنترول دي، ار 180 وشكرا. هنعمل بقى كمان كومبوزيشن، كليك يمين نيو كومبوزيشن وهنسميه فيديو. اوكي، وهبدا اعمل ريكتانجل من هنا بالمنظر ده كده، وخلي بالك ان ابعاد الريكتانجل لازم تكون بنفس حجم الفيديو، فعشان كده هنبدا نخش على عم جوجل وهنكتب يوتيوب اند سكرين سايزز. نخش على ايمجز، هنلاقي طبعا عندنا الصوره الجميله دي اللي هحط لك ان شاء الله رابط تحميلها تحت في الديسكربشن، وانا تقريبا حاططها عندي على الديسكتوب هنا، وانا حاططها عندي هنا، فهبدا اضيفها وهنبدا نسحبها هنا، وخلينا نقلل الاوباسيتي بتاعتها شويه. اوكي دلوقتي نقدر نشوف المستطيل بتاعنا بوضوح، نمسحه بقى ونبدا نعمل واحد جديد، وخلينا بس نقلل الستروك مثلا ل2 بحيث نبقى شايفين الدنيا، ونبدا نسحب من الزاويه هنا كده لحد تقريبا الطرف الثاني، وبعد كده زود بقى الستروك زي ما انت عايز، هنخليه ل 40 او خليه 20 احسن. اوكي تمام جدا. طبعا الدايره بتاعتنا المفروض برضو نعمل مع نفس الموضوع ده، خلينا نضيف الصوره عندها ونبدا نحدد الدايرتين. التشانل هنا اهي، خلينا نصغرهم، نحرك دي كده، خلينا بس نشيل الترانسبيرنسي نخليها 50. اوكي معقول جدا، تمام. هما مقاسهم كويس على فكره. خلينا بقى نرجعهم تاني للنص ونمسح الصوره اللي ورا، خلاص مش عايزينها، ونخش على الفيديو ونكمل المسيره بتاعتنا ونمسح الصوره اللي هنا، ونبدا نتعامل مع المربع اللي عملناه. نضغط كنترول الت هوم عشان الانكر بوينت ترجع للنص تاني، وعن طريق قائمه الالاين هنبدا نخليه في النص كده تاني. المفروض بقى نبدا نعيد نفس اللي عملناه في الدايره بالظبط، ولكن في حل بسيط. ممكن نخش هنا على التشانل وناخد الدايره الاولانيه، نبدا نفتحها كده ونخش على التريم باث اللي هنا ونضغط عليه، وبعد كده نضغط كنترول سي ونخش على فيديو ونيجي على المربع بتاعنا ونضغط كنترول في، هيتطبق نفس الكلام بالملي. نضغط على يو، هيطلع معانا الكي فريمز بالمنظر ده. نبدا نشغل زي الفل. نفس الحكايه طبعا هنعمل منه نسخه تانية ار 180
وبكده نكون خلصنا البوردر بتاع الفيديو. نرجع بقى للمين كومبوزيشن، نبدا نقفل الكلام ده كله ونشغل. حلو جدا. احنا عايزين بقى اللوجو منين لما هيبدا ينزل، خليه مثلا في النص هنا كده، وهنخش على الفور جراوند ونبدا نضيف الكلام اللي احنا عملناه ده كله، الشانل والفيديو. هنحرك الفيديو ناحيه الشمال، والتشانل هنسيبها زي ما هي كده، مثلا كنترول دي عشان نعمل منه نسخه تانية ونخليها ناحيه اليمين. وممكن نعمل حركه ظريفه جدا في النسخه التانية، هنجيب السكيل بتاعها ونشيل علامه السلسله اللي هنا دي عشان نتحكم بالطول والعرض بشكل منفصل، وهنخلي العرض هنا بسالب 100. ولما نشغل الفيديو هنلاقي المربعين او المستطيلين شغالين عكس بعض تقريبا، فزي الفل. هنبدا بقى نخلص الانيميشنز بتاعتهم، ما عادش فاضل حاجه. هنبدا نجيب التشانل السكيل بتاعها نوديها عند الثانيه 1 مثلا، ونخلي السكيل الاساسي بتاعها اكبر حاجه. وكمان نفس الحكايه هنعملها مع الترانسبيرنسي يو، ونوديها هنا وننزل الكي فريم الاولاني لصفر، ونحدد كل حاجه F9. نخش على الجراف اديتور، نبدا نسحب الاثنين دول بالمنظر ده كده، وهتطلع معانا بالشكل ده. محتاجه بس الكي فريمز دي تيجي كده شويه بحيث الحركه تبقى ابطا كده. وبكده تكون الدايره بتاعتنا خلصت تقريبا. فاضل بس يعني حاسس الستروك بتاعها محتاج يزيد شويه، خليه 50. اوكي 60. هما الدايرتين بصراحه محتاجين يزيدوا. نرجع تاني للفور جراوند، نيجي نرجعها. اوكي هي زادت زياده عن اللزوم، خلينا نحدد الاثنين 50. تمام نبدا نشغل. اوكي تقريبا نفس المساحات يعني، مفيش مشكله. ونرجع ورا ونخليه يجي من الزاويه كده. ونفس الحكايه بالنسبه للفيديو التاني، هنحط البوزيشن بتاعه هنا، نخليه يتحرك من ناحيه الشمال. تمام كده بالظبط. نحدد الاتنين مع بعض F9 جراف اديتور، نسحب السلايدر ناحيه الشمال ونشغل. ممكن بس نأخر الدايره شويه، وممكن نسرع الانيميشن شويه، خليه كده مثلا، ونبدا كده نشغل. جميل. نبدا نخش على المين كومب ونضيف الفور جراوند بتاعتنا، ونشوف بقى هنزودها في انهي حته بالظبط. خليها هنا مثلا زي الفل. فاضل بقى اننا نضيف سوليد صغير كده، لاير نيو سوليد، وهنخلي السوليد ده اسود تماما. وبعد كده اوكي، وهنبدا ننزله تحت الفور جراوند. الفكره بس ان احنا عايزين نعمل طبقه فاصله، وهنخلي الاوباسيتي بتاعته مثلا 50 30 طبعا 10 مثلا. اللي هنشغل اوكي خليه 20. طيب 25 حلوه جدا ال 25. خلينا بقى نشوف احنا هنحط الكي فريم بتاعه فين. خلينا نخش على الفور جراوند ونقف هنا مثلا عند نهايه التكست، ونجيب المين كومب الاوباسيتي، نحط الكي فريم بتاعها. نرجع ورا بقى نخلي الاوباسيتي بصفر، نبدا نشغل. جميل. انا بس الانيميشن بتاع الدايره مش عاجبني، فممكن نحدد الاتنين دول كده، نجيب الجراف اديتور ونقفل الكي فريمز بتاعتهم خالص. جميل. هنعمل بقى نسخه كمان من البلاك سوليد ده، نحطها فوق ونحركها ناحيه اليمين. خلينا نفتح بس الكي فريمز بتاعتها، هنخليها في اخر الفيديو خالص هنا كده، ونحرك الكي فريم ده لحد الاخر. وهنخلي قيمه الكي فريم ده ب100 بحيث الفيديو يقفل خالص في الاخر. شكرا. حلو جدا، والف مبروك يا شباب. كده نكون خلصنا الاوترو بتاعنا. خلينا بقى نعمل له اكسبورت. انا عاده بصدر الحاجات اللي زي دي كفيديوهات شفافه. برامج المونتاج القويه زي البريمير ودافينشي بيشتغلوا مع الفيديوهات دي عادي، فانا هصدره كفيديو شفاف. وعشان نتاكد ان الخلفيه بتاعت الفيديو شفافه هنضغط هنا، هنلاحظ ان الفيديو شفاف تماما، ولما تيجي الشاترز هتغطي عليه تماما. وهنتاكد اننا في الكومبوزيشن الاساسي بتاعنا، هنخش على كومبوزيشن وبعد كده اد تو ريندر كيو، وبعد كده هنفتح لوسلس. مبدئيا بالنسبه للناس اللي عايزه تصدره كام بي 4 لو بتستخدم اصدار 2023، فالموضوع ده موجود في الافتر افكتس بشكل افتراضي. انما لو بتستخدم اصدار اقل فغالبا هتحتاج معاك الميديا انكودر عشان تصدره كام بي 4. ولكن انا اصلا عايز اصدره كفيديو شفاف، فهختار كويك تايم وهاجي هنا عند الار جي بي، هخليها ار جي بي زائد الفا، وهنضغط اوكي. وهنختار المكان اللي عايزين نصدره فيه. انا هخليه مثلا هعمل له اكسبورت في الديسكتوب، هسميه ماي اوترو سيف، وهنسيبه يرندر مع نفسه. جميل. نبدا نفتح الفيديو. والف مبروك يا شباب، هذا هو الاوترو بتاعنا. عشان نتاكد ان الفيديو الشفاف ده شغال تمام، خلينا نفتح البريمير، وخلينا نفتح مونتاج الفيديو الاولاني اللي لسه ما خلصش. وهنبدا نخش على الديسكتوب، وهنبدا نجيب الفيديو بتاعنا وهنحطه بالشكل ده. خليه هنا كده مثلا، نبدا نشغل. جميل جدا. طبعا نفس اللي عملناه تحت عايزين نعمله فوق، فهنضغط على F9 ونخش على الجراف اديتور. فيديو شفاف جميل جدا زي الفل. وطبعا في اخر الفيديو هيقفل تمام. فاضل بقى جزئيه اخيره الحمد لله اني افتكرتها قبل ما اقفل الفيديو، اللي هي الموشن بلور بتاع الفور جراوند. تيجي نفعل الكلام ده كله، وبعد ما نرندر الفيديو تاني هيكون الموشن بلور ظاهر معانا باذن الله. وبس كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه مقطعنا النهارده. اتمنى يكون المقطع عجبكم والسلسله بشكل عام عجبتكم. ولو حابين نكتر من الحاجات دي او في حاجه معينه حابين ان احنا نشرحها، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبس كده اشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامه.